المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضائية الإريترية ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. إحياء ذكرى شهداء إريتريا بفخر واعتزاز، وإريتريا تقوم بإرسال وفد إلى أديس أبابا. الشعب الإريتري يحيي ذكرى شهدائه الأبطال بإضاءة الشموع والقناديل. صلوات الترحم على أرواح الشهداء. كيم يزور الصين وأمريكا وكوريا الجنوبية تعلقان المناورات العسكرية. جهد للبحث عن ناجين بعد غرق عبارة في إندونيسيا. ومنظمة الصحة تعتبر إدمان ألعاب الفيديو اضطرابا للصحة العقلية. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. تم إحياء 20 من يونيو ذكرى الشهداء في كافة أرجاء البلاد والدول التي يعيش فيها الإريتريون بفخر واعتزاز. للمزيد إليكم التقرير التالي. تم إحياء 20 من يونيو ذكرى الشهداء في كافة أرجاء البلاد والدول التي يعيش فيها الإريتريون بفخر واعتزاز. وفي مراسم الاحتفال الرسمية التي جرت على مستوى البلاد في العاصمة أسمرا، نظمت مسيرة بداية من نصب شدة تذكاري وحتى مقبرة الشهداء من الساعة 6 صباحا بمشاركة فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وكبار مسؤولي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وقادة الجيش ورجال الدين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في إريتريا وجماهير كثيرة من المواطنين تتقدمهم فرقة المارشات العسكرية ومجموعات من الشباب الذين كانوا يحملون الورود والزهور. وفي البرنامج الذي جرت فعالياته في مقبرة الشهداء، وضع كل من فخامة الرئيس إسياس أفورقي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد ورئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإريترية الفريق فيليبوس والدي يوهانس ورئيسة المرأة السيدة تخاء ميكائيل وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي، وضعوا جميعا أكاليل الزهور في مقبرة الشهداء. وألقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي كلمة بالمناسبة تقدم فيها بالشكر لكل الذين قاموا بتنظيم مختلف الأنشطة من مسيرات الشموع المضيئة والتشجير والبرامج الرياضية والثقافية. وشكر أيضا جميع الإريتريين في الوطن والمهجر للارتقاء بهذا اليوم العزيز لذكرى شهدائنا الذين دفعوا عبر بطولاتهم وتضحياتهم القالية الثمن النفيس لتحقيق التحرير الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، موضحا بأن عام 2018 والسنة الماضية التي كانت بداية الربع الثاني من استقلالنا برزت فيها مؤشرات الانتقال لعهد التغييرات بما يضفي أهمية خاصة ليوم الشهداء. وقال فخامة الرئيس أن إريتريا تمنح إنجاح التطورات الإيجابية الإثيوبية الجديدة أولى أولوياتها. وأضاف: لقد أضاع شعبا إريتريا وأثيوبيا وعلى مدار أكثر من نصف قرن فرصة جيلين بسبب السياسات التي فرضت لتعزيز الأجندات العالمية الخارجية، مؤشرا في الوقت ذاته إلى إحداث قدر كبير من الدمار وخسارة الفرص بفعل عودة السياسات العالمية المضللة، وأن الأحداث التي برزت في منطقتنا بشكل عام وفي أثيوبيا بشكل خاص في الفترة الأخيرة هي تطورات تستحق الاهتمام المناسب. وأشار فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى أن رغبة الشعب الإريتري مثل رغبة الشعب الأثيوبي في تكوين علاقة جيدة ليست رغبة مبتكرة، ويمكن القول بأن المؤشرات الإيجابية التي ظلت ترسل في الآونة الأخيرة هي تعبير للخيار الشعبي. وقال أن تكامل الشعبين والبلدين ومصالحهم المشتركة ونموهم هي من الأولويات المقدسة التي جهدنا وضحينا من أجلها، ولهذا سنعمل بنشاط والتزام من أجل ذلك. وفي الختام ذكر فخامة الرئيس إسياس أفورقي بأنه من الطبيعي أن ننظر إلى مختلف برامجنا التنموية في مختلف القطاعات في إطار متصل بجيراننا بشكل عام وأثيوبيا بشكل خاص. وأضاف: وبما أن ذلك هو ما ضحينا من أجله حتى التحرير وضحينا بأرواح الشهداء للدفاع عن الوطن وسيادته، فإن زيادة جهودنا وعملنا هو تجسيد لوفائنا بأمانة الشهداء، موضحا بأن الحكومة الإريترية وبعيدا عن حملات العلاقات العامة والتبادل الإعلامي ومن أجل التعرف عن كثب وبتعمق على الأوضاع الراهنة ورسم خطة العمل المستقبلية، فسوف نقوم بإرسال وفد إلى أديس أبابا. هذا وقد تخللت مراسم إحياء الذكرى برامج فنية عكست المعجزات والتاريخ الشامخ الذي صنعه الشهداء الأبرار وتجديد العهد لتنفيذ أمانتهم. أحيا الشعب الإريتري ذكرى شهدائه الأماجد بإضاءة الشموع والقناديل بفخر واعتزاز. ونظمت في مساء 19 من يونيو الجاري في العاصمة أسمرا مسيرة شموع بمشاركة جماهيرية غفيرة، وعند وصولها إلى ساحة الفاتح من سبتمبر تتقدمهم فرقة المارشات العسكرية. قدمت برامج فنية رائعة تليق بعظمة ورزانة 20 من يونيو ذكرى الشهداء وتعكس معنى الاستشهاد.
وألقى حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي كلمة في المناسبة قال فيها إن إحياء ذكرى الشهداء هذا العام نجدد فيه العهد لترجمة شعار الرؤى بالعمل على أرض الواقع، مذكرا أن شهداءنا الأبرار دفعوا أرواحهم الغالية دفاعا عن المواطنين والزود عن الوطن، فلنجدد العهد لتنفيذ وصاياهم من أجل تحقيق الهدف الذي سقطوا من أجله. وأوضح المشاركون في مسيرة الشموع أن إضاءة الشموع والقناديل سنويا تنظم تثمينا وتخليدا لذكرى الشهداء، وتحمل رسالة السلام والاستقرار والخروج من الظلام إلى النور التي وجدت بفضل استشهادهم، فليرقدوا بسلام مؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ وصاياهم وتبني أسرهم. نظمت يوم أمس 19 من يونيو الجاري في العاصمة أسمرة بمناسبة ذكرى الشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل نيل الحرية وحماية السيادة صلوات الترحم على أرواحهم في كنيسة دبر سهلة والقديس ميكائيل ومسجد خالد ابن الوليد. وفي صلوات الترحم التي قدمت في كنيسة دبر سهلي والقديس ميكائيل شارك فيها رجال الدين يتقدمهم رئيس مجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا لوقاس والكهنة وآلاف من المؤمنين. ودعا رئيس مجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا لوقاس في كلمته التي ألقاها بالمناسبة إلى رعاية المواطنين لأسر الشهداء وتمتين الوحدة بالحب والتعاون للزود عن الوطن وتنميته، مناشدا الشعب للصمود على معتقداته والعيش بالمودة والوئام. كما قدمت بمسجد خالد بن الوليد صلوات الترحم بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء الأبطال الذين دفعوا ثمنا باهظا لنيل الحرية والزود عنها. وحضر المناسبة عدد غفير من المواطنين يتقدمهم القائم بأعمال مفتي الديار الإريترية والأمين العام للهيئة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية الشيخ سالم إبراهيم المختار. أوضح المدير التنفيذي لمديرية التسنية السيد تسفازجي عقبازجي بأن سكان المديرية أهلوا وفق برنامج تأهيل أسر الشهداء الذي بدأوه في عام 2007 673 أسرة شهيد خلال 10 سنوات بأكثر من 8 مليون نقفة. وأشار السيد تسفازجي إلى أن البرنامج الموضوع لتأهيل 714 أسرة الشهيد في المديرية حقق نتائج جيدة بفضل العمل المتفاني وإسهامات التجار، مشيدا بالمساهمة الفعالة التي أبدوها. وأفاد بأن 460 ألف نقفة المدخرة في البنك والتي جمعت مسبقا سيتم توظيفها في مصلحة زراعة مزارع 100 أسرة الشهيد في المديرية في موسم الخريف الحالي. كما أوضح السيد تسفازجي بأن السكان جمعوا 3.7 مليون نقفة لبناء مساكن ل8 من معاقي حرب التحرير، وقد اكتمل الجزء الأول ببناء 4 مساكن يضم كل منزل 3 غرف ومطبخ ودورة مياه، وسوف يتم توزيعه قريبا للمعنيين. من جانبه قال السيد صالح عثمان مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية إنه وفق برنامج التأهيل الموضوع لاعتماد الأسر على ذاتها اقتصاديا تم تأهيل أسر الشهداء بحسب اختياراتهم بالمواشي والتجارة المسقرة وعربات الكرة والخياطة، ووفق الدراسة التي أجريت أن 90% من تلك الأسر حققت مصادر دخل اقتصادي ناجح ويعيشون حياة طبيعية. وبدورها قالت عضو لجنة تأهيل السيدة مآزة محاري إن المتابعة المنتظمة التي يجريها المواطنون لبناء علاقات أسرية حميمة مع أسر الشهداء وعدم الاكتفاء بتقديم مالي فقط تعتبر من القيم الإريترية المفخرة والمعزة ومثال يحتذى به. وذكرت الأسر التي قدم لها الدعم بأن الرعاية الجارية لهم من الشعب إضافة إلى المساعدات الحكومية ظلت تلعب دورا كبيرا في حياتهم المعيشية ولعبت دورا محوريا، معبرين عن امتنانهم لما يقدم لهم من الدعم. نظمت وزارة الزراعة في 19 من يونيو الجاري بمناسبة ذكرى الشهداء في ضحية إنبا درهو أنشطة نفيرية تركزت في غرس الشتول، وقد غرست أكثر من 300 شتلة وتم بناء حواجز مائية بطول 185 مترا. وألقى وزير الزراعة سيد الرفاين برهي كلمة قال فيها إن بال20 من يونيو تأكد 24 من مايو الأغر، وأن ذكرى شهدائنا الأبطال الخالدة تنبع من الثمن الباهظ الذي دفعه الشهداء من أجلنا
الوطنية، منوها إلى أن الأنشطة التي ينظمها أعضاء وزارة الزراعة في الأراضي التنموية جزء منها. في غضون ذلك نظم حوالي 7000 من أعضاء الجيش الشعبي من مختلف شركات البناء الوطنية والوزارات خلال 4 أيام متتالية، نظموا أنشطة نفيرية تمثلت في حفر 10,000 حفرة لغرس الشتول وبناء 30,000 متر من الحواجز المائية وتنظيف حوالي 1200 شجرة. كما نظم حوالي 300 من أعضاء لجنة جمعية المقاتلين مع أبنائهم أنشطة نفيرية في مقبرة الشهداء. وألقى رئيس الجمعية سي سولومون تولدي كلمة قال فيها إن النفير الذي شارك فيه ممثلو 27 جمعية يحمل في طياته مرحلة التوارث إضافة إلى الجانب التنموي. وقدمت في المناسبة برامج فنية توضح 20 من يونيو ومعنى الاستشهاد. من جانبهم نظم أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع الإقليم الأوسط في 18 من يونيو الجاري برنامج لذكرى الشهداء تخلل في إضاءة الشموع وبرامج فنية تعكس معجزة الشهداء. كما أحيا أعضاء قسم الهجرة والجنسية والشرطة الإريترية وأعضاء جالية معسكر دندن بالإضافة إلى غيرهم من الأعضاء أحيوا 20 من يونيو ذكرى الشهداء بتنظيم مختلف الأنشطة. أحيا الإريتريين المقيمون في العاصمة اليوغندية كامبالا وضواحيها في 17 من الشهر الحالي 20 من يونيو ذكرى الشهداء بفخر واعتزاز. ونظم المواطنون في برنامج إحياء الذكرى مسيرة أقدام لساعتين مصحوبة بعرض المارشات وإضاءة الشموع. وقال سفير إريتريا في يوغندا السيد محمد سليمان إن الشهداء الأماجد شرحوا حبهم لشعبهم بدفع حياتهم الغالية، موضحا بأن 20 من يونيو يوم يجدد فيه الشعب الإريتري في الداخل والخارج العهد للعمل بتفان وتوطيد أواصر الشعب وتعويض الثمن الباهظ الذي دفعه الشهداء وتوحيد رؤية إريتريا المزدهرة. بدورهم ذكر المشاركون بأن البرامج المنتظمة بمناسبة ذكرى يوم الشهداء ترضي الضمير، مجددين عهدهم لتنفيذ وصايا الشهداء. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. في الأنباء العالمية، وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الثلاثاء إلى بكين، حيث من المرجح أن يطلع الرئيس الصيني شي جين بينغ على قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي. وهذه هي ثالث زيارة يقوم بها كيم للصين هذا العام، وتأتي بعد أسبوع من لقائه مع ترامب في سنغافورة لإجراء محادثات تاريخية. واتفق ترامب مع كيم على العمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتعهد بتقديم ضمانات أمنية لنظام كوريا الشمالية وبإنهاء المناورات الحربية التي تراها بيونغ يانغ وبكين منذ فترة طويلة استفزازية. وأعلنت كوريا الجنوبية ووزارة الدفاع الأمريكية أنهما ستوقفان مناورات حارس الحرية العسكرية السنوية المقررة في أغسطس. وأكد بيان للبنتاغون تعليق المناورات، وأضاف أن وزير الدفاع والخارجية ومستشار ترامب للأمن القومي سيعقدون اجتماعا لبحث هذه المسألة في هذا الأسبوع. يصارع رجال الإنقاذ في إندونيسيا أمطارا غزيرة وأمواجا يصل ارتفاعها إلى 2 متر بحثا عن ناجين بعد غرق عبارة على متنها ما لا يقل عن 80 راكبا في بحيرة توبا السياحية في سومطرة الشمالية. وجرى إنقاذ 18 شخصا وتم تأكيد وفاة راكب بعد غرق العبارة الاثنين. ويشارك نحو 100 من رجال الإنقاذ بينهم مسؤولون في الشرطة والجيش في عملية البحث والإنقاذ. وقال ساري هارتيانت المسؤول في وزارة النقل الإندونيسية إن العبارة مصممة لاستيعاب 60 راكبا، لكنها ربما كانت تقل نحو 80 شخصا وعشرات الدراجات النارية. وذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن هناك تقارير غير مؤكدة بأن العبارة التي تعرضت لأمواج عاتية ورياح قوية كانت تقل ما يصل إلى 130 شخصا. ضمت منظمة الصحة العالمية إدمان الألعاب إلى اضطرابات الصحة العقلية، مما يعزز المخاوف التي تدعو العديد من الآباء إلى تقليل مكوث أولادهم أمام شاشات الألعاب الإلكترونية. ووصف التصنيف الدولي للأمراض الذي تعده منظمة الصحة العالمية ويعد مرجعية للأمراض المعترف بها إدمان ألعاب الفيديو والألعاب الرقمية بأنه نمط من اللعب المستمر أو المتكرر يصبح مفرطا جدا لدرجة أن تكون له الأسبقية على غيره من
اهتمامات الحياة. وقال الشيخار مدير إدارة الصحة النفسية وإساءة استعمال المواد في منظمة الصحة العالمية أن أقلية صغيرة فقط من الأشخاص الذين يمارسون الألعاب الرقمية وألعاب الفيديو يمكن أن يمثلوا مشكلة، لكنه قال إن رصد علامات الإنذار المبكر قد يساعد في الوقاية من ذلك. أيضا فاصل مشاهدينا الكرام ونعود مع النبأ الرياضي الأخير، كونوا معنا. في النبأ الرياضي الأخير فاز المنتخب الروسي على نظيره المصري ب3 أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم أمس الثلاثاء في افتتاح الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم. جاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني، حيث تقدم المنتخب الروسي بثلاثية عبر أحمد فتحي بالخطأ في مرماه ودينيس وأرتيم ديوزبا في الدقائق 47 و59 و62، وضيق محمد صلاح الفارق من ركلة جزاء بالدقيقة 73. ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ليصبح أول المتأهلين للدور ال16، بينما بقى المصريون بلا رصيد بعد الخسارة الثانية على التوالي ليودع كأس العالم في انتظار تعثر أوروغواي بخسارتين أمام السعودية وروسيا وتحقيق فوز على الأخضر في الجولة الثالثة ثم اللجوء لفارق الأهداف. وكسر المنتخب السنغالي سلسلة النتائج السلبية للمنتخبات الإفريقية في مونديال روسيا بتحقيق فوز ثمين على بولندا ب2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب إتريكت أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات. وجاء هدفي السنغال عن طريق تياغو كيونيك مدافع بولندا بالخطأ في مرماه، وماباي نيانغ، فيما أحرز كريتشوفياك هدف بولندا الوحيد. وحقق المنتخب السنغالي الفوز الأول للمنتخبات إفريقيا في هذا المونديال بعد سقوط مصر ونيجيريا والمغرب وتونس في فخ الخسارة، فيما حقق المنتخب اليابان فوزا صعبا على نظيره الكولومبي بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الأولى من دوري المجموعات بكأس العالم في روسيا. سجل هدفي اليابان شينجي كاجاوا ويوكا أوساكو، بينما سجل خوان كينتيريو هدف كولومبيا. وارتفع رصيد اليابان إلى 3 نقاط، بينما تظل كولومبيا بدون نقاط في أولى مباريات المجموعة الثامنة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.